ازاي يا جماعه؟ في الفيديو دوت هعرفكم على طريقه ازاي تقدم على اي شغل انت عايزه ببلاش، سواء الشغل دوت على اب وورك مستقل خمسات او على اي موقع من مواقع الفريلانسنج، سواء انت شغال في المونتاج او البرمجه او الجرافيك ديزاين او غيره من المجالات. الطريقه دي هي بالظبط اللي هتطبقها، بس هتغير فيها كام حاجه بسيطه. طب وانا ليه بقول لك كل دوت؟ انا بقول لك كل دوت عشان في ناس كتير جدا كتبت لي في الكومنتات انها عندها مشكله ان هي ما عندهاش كونكتس على اب وورك عشان تقدم بيها على شغل، ودي فعلا مشكله كبيره لاي حد لسه بيبتدي. واللي مش فاهم يعني ايه كونكتس، هي عباره عن عمله افتراضيه بتشتريها من اب وورك عشان تقدم بيها على شغل. فيلا بينا. بس قبل ما ابدا حبيت اشكر الناس جدا على دعمهم ليا والكلام الجميل جدا ان هم بيكتبوا لي في الكومنتات. شكرا جدا ليكم. انا عارف ان انا مش بلحق ارد على ناس كتير جدا في الكومنتات، ودوت عشان انا لسه في الجيش وبركز في الفيديوهات ديت اما بنزل اجازه. يلا بينا. اول حاجه هتعملها ان انت هتخش على الموقع بتاع الفريلانسنج اللي انت شغال عليه، سواء اب وورك مستقل او خمسات. اول حاجه هنعملها ان انت هتكتب المجال بتاعك، اي شغل انت عايزه. انا عن نفسي هكتب سوشيال ميديا ماركتنج في السيرش. الفكره بقى هنا في ايه؟ الطريقه دي كلها اصلا مبنيه، هي الليجل او هي غير شرعيه، وهي ممكن تخلي الاكونت بتاعك يتقفل بعدين لو انت جربتها كتير. وهي ان انت اصلا الفرق كله ان انت هتحاول توصل للعميل ده من بره. طب انا عامه هوصل للعميل ده من بره ازاي؟ الا لو هو حاطط الموقع بتاعه، الانستجرام بتاعه، يوتيوب بتاعه، اي حاجه اعرف اوصل له بيها. فاحنا هنشوف ازاي نجيب الشغلانات اللي العميل حاطط الكونتاكت انفو بتاعته او المعلومات اللي احنا نعرف نوصل له بيها. فهنكتب سوشيال ميديا ماركتنج ونزود www. ونسرش. انت هنا ممكن تعمل خطوه زياده بان انت تخش على الفلتر اللي جنبه وتشوف مثلا انا عايز شغلانه مثلا ما تقلش عن $10 في الساعه، يكون مثلا مقدم فيها 5 او 6 بس، مش اكتر من 10 او 20 وكده. انا عن نفسي مش هعمل الفلتر، هسيب الموضوع كده ايه على جنب. هتخش تبص عندك شغلانه اهي اسمها امبروف ويب سايت اند بيلد اي كوميرس. هتلاقي اول حاجه حاطينها خالص هي الموقع بتاعهم. هتخش على الموقع، هتنزل تحت هتلاقي الايميل بتاعهم، ممكن تخش تتكلم معاهم فيه. انا عارف ان الطريقه دي غلط، وانا بحب ده ديسكليمر مني ان الطريقه دي غلط، بس انت ممكن تجربها في الاول بحيث ان انت تجيب عميل تاني حاجه. بس برضه حبيت انوه عليها، مهما اي عميل اخدته من بره هاته على ابورك عشان تحمي نفسك من النصب ده. كده مثلا اول موقع هتلاقي، بص جنب الايميل بتاعهم هتلاقي السوشيال ميديا بتاعتهم، هتلاقي عندك لينكد ان وتويتر بتاعهم والانستجرام بتاعهم. عندك شغلانه تانيه مثلا ممكن ننزل لها، وحاطين الموقع بتاعهم تحت خالص اسمه جرين جرو ادز. هتخش عليه، هتنزل تحت هتلاقي الكونتاكت بتاعهم، تحط ايميلك واسمك ورقمك وكده عشان تتواصل معاهم. عندك موقع ثالث اهوت اسمه The Creator Code.1. هتخش عليه هتلاقي فوق على اليمين كونتاكت، تخش تكلمهم برضه. كل هي نفس الطريقه بالظبط. طب دي كده الطريقه دي ممكن تمشي بيها مين؟ يمشي بيها مثلا واحد زي سوشيال ميديا ماركتنج، يمشي برضه بيها واحد شغال في البرمجه. بالنسبه بقى للفيديو اديتورز مثلا، عشان احنا شغلنا مجال الفيديوهات وكده، فاحنا عندنا سوشيال، اهم حاجه هي السوشيال ميديا. ممكن تخش على تيك توك تكلمه، تخش على انستجرام، تخش على يوتيوب تكلمه. فانت بالطريقه دي ممكن تزود حاجه غير www. حته ان انت تحط يعني مثلا هنخش هنا وهنكتب انستجرام ريلز اديتور، وبدل ما هنكتب www وكده، لا احنا هنخش هنا على ادفانسد سيرش وهنعمل حركه حلوه. هتخش هتلاقي كلمه any of these words، هتحط فيها حاجتين كوما سبيس www. ودي معناها ايه؟ دي معناها اللي انت بتقول له ان انا عايز انستجرام ريلز اديتور، واي شغلانه مكتوب فيها كلمه او www. هتخش هتلاقي الشغلانات كلها قدامك مكتوب فيها مثلا يا الانستجرام بتاعه يا اليوتيوب بتاعه يا حاطط الانستجرام بتاعه بصيغه الويب سايت او اليوزر نيم. المهم ان انت هتعرف توصل له. جميل. دي كده الطريقه اللي انا بقول لك عليها، تقدر تقدم بيها الشغل ببلاش من غير ما تضطر تدفع كونكت او تبقى عندك ممبرشيب مثلا على اي موقع. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. واتمنى ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات ايه المشاكل بتاعتكم، لان انا بجد ببص عليها كلها. وانا عارف يا جماعه معلش ان انا في كومنتات كتيره جدا انا ما بردش عليها، ده بسبب ان انا في فتره جيش دلوقتي وما بعرفش اركز في اليوتيوب شانل بتاعتي الا لما بنزل اجازه. فاتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب، وشكرا جدا لل 5000 واحد اللي عاملين لي سبسكرايب. واتمنى ان انتوا تتفرجوا على الفيديوهات الجايه ان شاء الله.